بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده يا جماعه هكلمكم عن حاجه مهمه جدا، وهي تنظيف مضخه الزيت او ما يسمى ترمبه الزيت. طبعا ترمبه الزيت يا جماعه في بلسر 180 احنا عارفين، لان الموتوسيكل مفيش فيه فلتر زيت، لكن في حاجه اسمها نصفه زيت راكبه على ترمبه الزيت في بلسر 180. هنا نبص هنا يا جماعه مع بعض، هنلاقي لان نصفه الزيت اللي راكبه على ترمبه الزيت مكتومه بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وكميه الرواسب اللي موجوده داخل الترمبه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا ده بيؤدي معايا لعدم قدره الزيت، عدم قدره وصول الزيت لاجزاء المحرك من الداخل بنسبه 60%. طبعا بنسبه 40% دخول الزيت ده حاجه مش كويسه جدا، وده طبعا تقلل في عمر اجزاء المحرك من الداخل. طيب المصفى دي المفروض يا جماعه اللي احنا على طول باستمراريه كل 60,000 كيلو اللي احنا نفك الجزئيه دي وننضفها، لان زي ما احنا شايفين ده بيكون رايش او مطرح صنايعي اشتغل ما غسلش كويس، فبالتالي بيلم معايا الرايش اللي احنا شايفينه في جزئيه نصفه الترمبه. طيب افك الجزئيه دي في اي وقت؟ هقول لك حتى لو المكنه زيرو، ولو عملت الموضوع ده لازم تفك الجزئيه دي وتنضفها، ولازم يتم فيها التنظيف. وهي فتره لو انا لا قدر الله الطبه حصل فيها اي مشكله زي الوظه او زي تفويت طبه، وبعد كده انا عملت نشطت مكان الطبه، فبالتالي اصبح في رايش داخل الموتور، فبالتالي لازم افك الجزئيه بتاعه ترمبه الزيت واطلع وانضفها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ده طبعا طالع من الجزئيه دي الرايش اللي احنا شايفينه ده. طيب لو انا عملت عمره للموتوسيكل او رحت عند صنايعي وعملت عمره وما نضفليش الموتور من الداخل اثناء العمره كويس، طبعا ده هيؤدي معايا للرواسب او الرايش اللي موجود داخل الطب داخل المصفى بتاعه ترمبه الزيت. طيب زي ما قلت ده نسبه دخول الزيت بالشكل اللي احنا شايفينه ده هو 40%، وتعطيل الزيت عن دخوله نسبه 60%، فاصبح النسبه عاليه جدا يا جماعه. كده يؤدي معايا لعدم تزييت المحرك من الداخل بالصوره الكامله بتاعته، اللي هي بنسبه 100% من مضخه الزيت. طبعا تبديل مضخه الزيت دي مسؤوله عن ايه؟ الجزء اللي انا ماسكه الصغير ده اللي مسؤول عن دخول الزيت للمحرك بالكامل. يعني اي جزء داخل المحرك الجزئيه دي هي اللي مسؤوله بتضخ له زيت بنسبه 100% زي ما قلت. طيب بمثل بسيط، ده يا جماعه زي قلب البني ادم او قلب الانسان بالظبط، دي اللي مسؤوله عن زي ما قلت دخول الزيت لاجزاء المحرك بالكامل. فاصبح لو اتعطلت بنسبه 2 أو 3 أو 5 أو أي نسبة الترمبة دي من الرواسب اللي موجودة عليها، دي نسبة كبيرة جدا زي ما قلت، دي تتلف معايا مشكلة كبيرة جدا. ده يا جماعة ما يسمى فلتر زيت زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. بنحاول نشوف مع بعض في الكاميرا، نشوف هنا الرايش اللي موجود داخل الجزئية زي ما احنا شايفين كده، كمية الرواسب اللي موجودة. طبعا زي ما قلت ده يؤدي معايا لإهلاك المحرك من الداخل، لأن النسبة اللي موجودة في دخول الزيت نسبة بسيطة وهي 40% فقط، وده حاجة كبيرة جدا. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه كميه الرواسب اللي هي موجوده على فلتر الزيت. يبقى احنا قلنا لو حصل معانا اي مشكله في طبه الزيت ضروري ان انا افك الجزئيه دي وانضفها. لو عملت عمره ضروري ان انا ااكد على الفني لان يغسل الموتور من الداخل كويس بحيث ما يبقاش معايا الرواسب دي. وبكده يا جماعه ده كان فيديو النهارده ليكم، هو فيديو توعيه، ولو عجبكم الفيديو ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس.